والله الحمد لله. والله انا دماغي اتوجع تقول لي ايه؟ دماغي اتوجعت من ساعه كده. كل الناس تكلمني على المواقع، خلاص حسني مضى للزمالك، اصل من نص ساعه نزل على موقع ايه، اصل من 35 دقيقه نزل على، اصل من ساعه نزل. فاقول لهم يا جماعه الكلام ده مش صحيح. فيقولوا لي لا. عايزين نعرف يا طارق دلوقتي. انا عارف ان حسني قال ان هو مش هيلعب في مصر غير الاسماعيلي، بس طبعا ده مشروط ان النادي الاسماعيلي يستطيع انه يوفر له فلوسه او المبلغ بتاعه عشان يقدر يبقى موجود. الاول يا كابتن انت وحشنا ربنا يخليك على حضرتك والله بجد. بس انا عاوز رايك انت. طيب يعني راي حضرتك، انت مصدق يعني الكلام ده؟ لا انا مش مصدق الكلام ده. وحسني انا عارفه. لا انا عارف ان حسني يعني عايز يلعب في الاسماعيلي، بس في نفس الوقت هل الاسماعيلي هيقدر يوفر له الفلوس، ولا هو حسني مش في دماغه موضوع الفلوس؟ بص يا كابتن خالد، فضل. انا عاوز اقول لحضرتك ان نادي الزمالك ده نادي كبير، والناس كلها يعني اي حد يتمنى يلعب فيه هو او النادي الاهلي. تمام. والحمد لله دي حاجه كويسه ان النادي الاهلي والنادي الزمالك يبقوا بيتمنوا ان حسني يلعب في اي نادي من الاثنين. تمام. بس طبعا هم الناديين بيحترموا رغبه حسني. ان حسني قال ان انا مش هلعب غير للنادي الاسماعيلي. تمام. فانا عاوز اوصل لحضرتك ان مفيش اي حاجه من الكلام ده اللي بيتقال النهارده وامبارح وكل يوم ان حسني مثلا في الزمالك او في الاهلي. مفيش الكلام ده خالص. حسني لغايه دلوقتي حتى هو مش عاوز يظهر في الاعلام يا كابتن خالد. تمام. غير لما يقعد مع الناس في النادي الاسماعيلي عشان لما يطلع يتكلم عن حاجه حصلت. تمام. يعني الكلام ده غير صحيح بالمره. لا مفيش اي حاجه من الكلام ده يا كابتن. بس انا عاوز اقول لحضرتك ان في رغبه من النادي الاهلي ونادي الزمالك بوجود حسني في اي نادي من الناديين. تمام. طب اسالك سؤال بقى، اسالك سؤال يا طارق. اتفضل يا كابتن. دلوقتي انا عارف وحسني نفسه قالها، وانا شفته في اكتر من مداخله، منها مداخله على برنامج اسماعيلاوي في مودرن. قال انا مش هلعب في مصر غير نادي الاسماعيلي. طيب افرض لم يصل لاتفاق مع النادي الاسماعيلي ولم يستطيع الاسماعيلي ان يوفر له المبلغ. ايه الخطوه اللي جايه؟ هل هو بيفكر انه يعود مره اخرى لدوري عربي يعني ايه؟ والله يا كابتن خالد انا لسه يعني من وقت قصير كنت قافل معاه. قلت له على الكلام اللي بيتقال ده. هو برضه نفس الكلمه اللي بيقولها لي كل مره. يعني انا مش هتكلم. انا فعلا مش هلعب في نادي في مصر غير للنادي الاسماعيلي. في حاله ان النادي الاسماعيلي مش هيقدر يدفع المبلغ بتاعه، فان شاء الله في عروض من السعوديه او قطر دي قريبه. لو ما فيش حاجه من اوروبا هيكون ده الطريق اللي حسني هيسلكه ان شاء الله يا كابتن. يعني يا طارق كده لن يلعب في مصر الا للنادي الاسماعيلي. وللمره ال 150 يا كابتن خالد. تمام. خلاص. يبقى بقى انت قريت على المواقع وحد قال لك حازم امام مضى حسني عبد ربه؟ زي ما حضرتك بتقول بالظبط. التليفونات انا ما بطلتش. تمام. واتصلت بحسني وقلت له الكلام ده. قعد يعني مش عاوز اقول لك يضحك. والله العظيم يا كابتن قعد يضحك وقال لي يا ابني والله ثلاثه ما في حاجه. تمام. انا مش هلعب في مصر غير للنادي الاسماعيلي. لو ما فيش النادي الاسماعيلي يبقى ان شاء الله في اي حاجه ورا. شكرا طارق عبد ربه.